أهلًا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن جزء مهم في الHTML ألا وهو الformatting tags. يعني إيه formatting وإيه أنواع الformatting؟ الformatting ديّة ببساطة دي تاجات بنستخدمها عشان تغيّر شكل النصوص في الموقع بتاعنا من غير ما نحتاج نعمل الحاجة دي مخصوص بالCSS. طب زي إيه أنواعها؟ هناخد نوع دلوقتي. أول نوع معانا بس نكتب الطبيعي. المرة اللي فاتت خدنا حاجة اسمها الباراجراف التاجة بتاعتها الB. المرات اللي فاتت دي خدناها تمام، فإحنا هنكتب كلمة welcome دي اللي هنوضح عليها الفرق في كل التاجات. ففي الطبيعي دي كلمة welcome بتاعتنا. نيجي لأول تاج معانا في الformatting ألا وهي الbold. تمام، ودي بتكون اختصار للتاجة بتاعتها حرف الB خفيف. تمام، فهنعمل التاجة بتاعتنا وهنكتب جواها bold وهنكتب كلمة welcome. عادي نعمل tag جوّه tag، دي بتبقى اسمها instead element، يعني حاجة جوّه حاجة. فإحنا عادي نكتب التاجة بتاعة الbold جوّه التاجة بتاعة الB. فدلوقتي لو خدنا بالنا التاجة بتاعة الbold ديّة بتعمل زي كده تخلّي الخط غامق كده شوية أو زاهي. ده بيكون فيه سِنّة توضيح لكلمة معينة إحنا هنحتاج مثلًا نركّز عليها في الحتّة اللي إحنا بنكتبها في الموقع. طب نيجي لتاني تاجة اللي هي الstrong، ودي يعتبر نفس تاجة الB هي اللي قبليها، بس دي بتكون أحسن في محركات البحث. أو هنا بس نشوف ألاقي نفس الشكل طلع هو، بس زي ما قلنا إن الstrong ديّة الفرق ما بينها وما بين الB اللي هي الbold دي بتكون أحسن في محركات البحث. لو خدتوا بالكم فوق في أنواع باكتب جنبيها بين قوسين SEO دي اللي هي محركات البحث بتاعتي. فالفرق ما بين الbold والstrong إن الstrong أحسن في محركات البحث، فيُفضّل إن أنا أستخدم الstrong ما استخدمش الB عشان نستفاد بالميزة ديّة يعني. هنيجي برضه قدّام هنلاقي التاجة بتاعتي تمام، اللي هي الI ديّة باخلّي الخط يكون مايل شوية. تمام، فأنا دلوقتي لمّا دوست التاجة بتاعة الI لقيت الخط مال شوية. طب إيه الفرق ما بينها وما بين الEM اللي هي الemphasize؟ إن الemphasize نفس الفرق ما بينها وما بين الstrong والbold إن الemphasize أحسن في الSEO، فيُفضّل أستخدم الEM. بعد كده نيجي للتاجة بتاعة الmark. بس قبل ما أدخل في التاجة ديّة مثلًا أوضّح المثال عليها. لو أنا دلوقتي باذاكر على ورق تمام، وحددت مثلًا كلمة معيّنة بmarker لونه أصفر، عشان الكلمة ديّة مثلًا لو غلط فيها دايمًا أو مش مركّز فيها، فدي كنا بنعلّم عليها بmarker لونه أصفر. طب الحاجة دي أعملها إزاي في الHTML؟ حاجة اسمها برضه mark. تمام، فنيجي نشيل ديّة ونحط mark. هالاقي إن هنا زي علامة marker كده عليها باللون الأصفر. ماشي، ندخل على التاجة اللي بعديها ألا وهي الsmall. دي بتكون آآ الكلمة المستوى الطبيعي بالحجم دوّة، small بتكون أقل منها، يعني الsize بتاعها بيكون أقل. لو خدنا بالنا أدي كلمة small بقيت الsize بتاعها أقل من الطبيعي. طب نيجي للتاجة اللي بعديها تمام، هتلاقيها delete والS اللي هي deleted والS rec throw باين مش فاكر الكلمة بالضبط إيه، هي اسمها rec throw. تمام، أتمنى أكون باقولها صح. فهي الفرق ما بينهم إن delete أحسن في الSEO. طب دي بتكون شكلها إزاي؟ بتكون في زي خط كده إن هو يدل مثلًا دي بنستخدمها في حتة زي موقع أو متجر إلكتروني تمام، أو اللي هو الE-commerce. لو مثلًا عندنا منتج أو تيشيرت أو مثلًا كوتشي أو أي حاجة عليه خصم، فأنا باقول له إن دوّة بدل ما هيكون من $30 هيبقى ب20. طب أوضّح حاجة زي كده كشكل إزاي؟ باعمل على ال$30 علامة الdelete ديّة إن هو يكون عليه كأنه باين خصم، اللي هو ده خلاص السعر ده اتلغى وبقي في سعر جديد جنبيه ب$20. دي بتكون كشكل أحسن.
نفس هي بتكون اللي هي الS ديّة، بس زي ما قُلنا إن الdelete هي أحسن في محركات البحث. نيجي بعد كده للinserted والunderline. الinserted ديّة اللي هو بيكون في خط تحت الكلمة، هي برضه استخدام الU، بس الinsert أو الINS ديّة بتكون أحسن في محركات البحث. فدلوقتي لو لقينا كلمة welcome هالاقي بقت تحتيها خط، ولو جينا برضه للU هالاقيها برضه تحتيها خط. بعد كده نيجي لحاجتين مهمين ألا وهي الsubscript والsuperscript. الفرق ما بينهم إن بيكون في حاجة بتنزل عن المعدل الطبيعي وحاجة بتطلع عن المعدل الطبيعي. بمعنى أنا دلوقتي هادّي مثال اللي هو الH2O، فأنا هاعمل paragraph وعايز أعمل الH2O. لو أنا كتبتها كده هتبقى بالشكل دوّة، بس أنا H2O ده المعدل أو الرمز الكيميائي بيكون H وال2 تحت الH وبعد كده الO. نعمل حاجة زي كده إزاي؟ بالsubscript. تمام. بنعمل إيه؟ بنكتب الB عادية ونكتب الH عادية ونكتب هنا تاجة اسمها sub ونعمل القفلة بتاعتها، وهنا ما بين التاج ديّة نكتب ال2 ونكتب هنا الO. لو خدنا بالنا هتبقى H وال2 نزلت، يعني الB الsubscript بيكون الB القفلة بتاعتها لتحت كده، فمعنى كده إن الرمز أو الحاجة اللي أنا هاكتبها بتكون لتحت عن المعدل الطبيعي، فبقت بالشكل دوّة، والO بنكتبها عادي. طب أنا دلوقتي لو عايز أعمل معادلة اللي هي E بتequal MC تربيع، فأنا عايز أعمل الرمز اللي هو بتاع التربيع دوّة. نعمل حاجة زي كده إزاي؟ فأنا هادّي مثال طبيعي الأول، أدي E بتequal MC تربيع. المفروض هنا ال2 ديّة، فالمفروض ال2 ديّة أنا محتاج إن هي تكون فوق المعدل الطبيعي، يعني فوق الC. تمام. فنعمل حاجة زي كده دي إزاي؟ فأنا هاكتب تاجة الB هي، وبعد كده هاعمل E بتequal MC. فأنا ال2 هي اللي عايز أخلّيها فوق، فهاحط عليها اللي هي التاج اللي اسمها superscript. فأنا هاختصرها super. فنيجي نلاقي إن الB قفلتها لفوق، اللي هي في الB قفلته لفوق، فمعنى كده إن الحاجة دي هتكون فوق عن المعدل الطبيعي. فهنكتب هنا 2 بقت بالشكل اللي إحنا عايزينه، يبقى الsub ديّة لتحت، الsuper ديّة لفوق. بس وكده إحنا خلّصنا يعتبر أهم الformatting tag النهارده. أتمنى تكون فدتكم يعني في الفيديو بتاع النهارده. هو فيديو يعتبر بسيط عن الفيديوهات اللي فاتت. والفرق ما بين التاجات المتشابهة إن التاجات اللي بتكون أحسن اللي فيها SEO عشان نستفاد بالميزة بتاعة محركات البحث ديّة إن هي بتكون أفضل فيها. وبس كده، أقابلكم الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا subscribe للقناة عشان غيركم يستفيد. سلام.